السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. جبت لخواتاتي اليوم هاد لي سوفلي اللي يجوا بزاف خفاف وبنان، نرافقوهم مع شوربه ولا حريره كبديل للبوريك. يلا حبيبتي، لا عجبتك الوصفه لنهار اليوم، يلا نروحوا نحضروها مع بعض. نبدو على بركه الله. انا هنا عندي كاس تاع الحليب اللي يكون دافي. شوفوا هنا الكاس مانيش معمرتها بزاف. كاس تاع الحليب اللي يكون دافي، ندير معاه مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز ومغرف صغيرة تاع السكر. نخلط قاع المكونات تاوعي ونخلي الخليط تاعي يتفاعل لمدة 5 دقائق. هاد لي سوفلي يجو بزاف بنان وخفاف، نتوانمو سهراتنا ويومياتنا الرمضانية، نديروهم كبديل للبوريك. بدلو هكا شوية دي سوفلي يجو بزاف بنان وخفاف. كما قلت لك حبيبتي، نخلط هادوك المكونات تاوعي نخليهم يتفاعلوا لمدة 5 دقائق. وهنا حبيباتي بعد ما يتفاعل لي هذاك الخليط، غادي نجيب هنا بياض تاع حبة تاع البيض، وندير معاه حوالي 4 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. ممكن هنا ديري الزيت عادي، بصح زيت الزيتون حتى يعطيها بنة لاباط. درت هنا حوالي 4 مغارف كبار تاع زيت الزيتون وحبة تاع بياض البيض، بياض بيضة. نخلط مليح المكونات تاوعي باش نقعد نضيف لهم فرينة بالتدريج وبلا ما ننساو القرصة تاع الملح. نخلط مليح هادوك المكونات حتى يتجانس لنا الخليط. انا هنا الفرينة دايما نقول لكم كاس تاع الحليب ديري 3 كيسان تاع الفرينة. انتي هنا ديري الفرينة تاعك بالتدريج تتحصلي على عجينة طرية، تكون طرية. نبدا نضيف في الفرينة تاعي بالتدريج كما راكم تلاحظوا، والقرصة تاع الملح. نبدا نخلط في المكونات حتى نتحصلوا على عجينة طرية. كما قلت لكم هاد لي سوفلي يجوا بزاف بنان وخفيف، واي حشو حبيتيه هنا حبيبتي ديريه. نخلط مليح المكونات تاوعي، راني هنا نخلط بها بالمغرف. كي نشوف لاباط تاعي بدات تتقال معايا، ننزع المغرف ونكمل بيدي. نخلط كل شي مع بعض، نبدا ندير في الفرينة بالتدريج. درت الكاس الاول ودرت الكاس الثاني، ونشوف حتى نتحصل على عجينة. كاين الفرينة اللي تشرب، كاين اللي لا، تنتحصلوا على عجينة طرية. خلط مليح. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم ينال اعجابك حبيبتي. ما تنسينيش لي راكي تشاهدي في الفيديو، ما تنسينيش بالجيم. شوفوا هنا لاباط تاعي بعد ما لميتها راها بزاف طريه. كما راكي تلاحظي غادي نجيب هنا شويه تاع الزبده، حوالي ملعقه، وندخلها في لاباط تاعي. كما راكم تشوفوا راح تجينا خفيفه لاباط تاعنا. ندلكها مليح مليح حتى يدخل لي هذيك الزبده في لاباط. نغطيها ونخلي لاباط تاعي تخمر لي حوالي نصف ساعة باش نروحو نخدمو الحشوة تاعنا. وهنايا بعد ما دلكتها مليح كما راكي تلاحظي، نغطيها ونخليها تخمر. للحشوة انا هنا عندي شوية تاع الدجاج كنت قليته مليح مع شوية تاع الثوم والحرور، شوية تاع الكمون وفلفلة تاني حمراء قليتها مليح مليح. وهنايا عندي جبن المبشور، وهنا عندي صلصة طماطم. الحشوة دائما حبيبتي تقعد لك كما قلت لك هذاك شوية تاع الدجاج بالثوم، فلفلة حمراء، شوية تاع الحرور وشوية تاع الكمون، وقليته مليح مليح. وهنا لاباط تاعي بعد ما خمرت لي كما راكم تلاحظوا بعد مرور نصف ساعة، نجي ننزع لها انايا سيلوفان ونشكلها كريات صغيرة. هنا الحجم على كما بغيتي. شوفي هنا لاباط تاعي راها بزاف طرية
وخفيفة. هنا شكلتها كريات كيما قلت لك. هنا ممكن تحلي لاباط تاعك تقطعيها دوائر وتحشيها كيما بغيتي. انا هنا شكلتها كريات. نجيب كرية كيما راكم تلاحظوا، نجيب نرش البلون تاع الطرافاي تاعي بشوية تاع الفرينة ونحل الكريات تاعي كيما راكم تلاحظوا. غادي نحلها بسمك رقيق. الا بغيتي هنا لي سوفلي تاوعك يجو مقطنين غلظي شوية في الهباط. انا نبغيهم دايما هكا خفاف. شوفوا هنايا السمك تاع العجينة تاعي راهي بزاف رقيقة. نجيب انا هذيك صلصة الطماطم اللي خدمناها مع بعض، ندير لها شوية تاع الحشوة. هنا كان عندي كما قلت لكم الدجاج قليته مليح بالثوم شوية تاع لي زيبيس. انا هنا ما درتش البصل يا جماعة. البصل طلع عشانه راه من الخضر انتقل الى مرحلة الفواكه. انا نخدمو بلا بيه. درت معاه شوية تاع الجبن المبشور. هنا ممكن ديري جبن مثلثات عادي اللي عندك حبيبتي في المنزل ديريه. نديرها شوية تاع الجبن المبشور ونبلعها مليح مليح من الأطراف كما راكي تلاحظي. كيما نخدمو السوفلي دائما. على بالي خواتاتي كاع يخدموا السوفلي. نبغي هكا نشارك معكم يومياتي. نضغط مليح على الأطراف ونولي نبلع الأطراف. هذوك الأطراف نولي نجيبهم عندي بهذه الطريقة نروليهم كيما حنا نقولوا. ولا ممكن تاني تجيبي فرشات وتحاولي تاني هكا تضغطي على الفرشات وتبلعي الأطراف باش نضمنوا بلي ما ينحلوناش معنا. يعني ندير فيهم لاصوص هكا نضمن بلي لا ما يخرجليش الحشو من السوفلي تاعي. كما راكي تلاحظي راني نخدم عاد غير بيد الشيرات. كما راكي تلاحظي نضغط مليح على الأطراف. هذه هي الحبيبة تاعي تاع السوفلي. نتمنى برك الصورة تكون واضحة معاكم. هذا هو السوفلي تاعي لنهار اليوم. ما تنسينيش حبيبتي بجيم واشتراك بالقناة. انا هنا غادي نجيب صينية نكون درت فيها ورق الطهي ونبدا نستف بلي سوفلي تاعي حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي. وهنا حبيباتي بعد ما كملت كاع هادوك لي سوفلي درتهم هنا في صينية فيها ورق الطهي. نجيب صفار حبة تاع البيض اللي كنا خليناها درنا بياض في العجينة وهنا الصفار باش نطلو بيه السطح تاع السوفلي تاعنا. ندير له ملعقة تاع الحليب ونبدا نطلي في السطح تاع السوفلي. كيما راكم تلاحظوا راني غير ابين مانيش نضغط على الحبيبة تاع السوفلي. نمسحوا لها الوجه. كيما راكي تلاحظين هنا كنت سخنت الفرن تاعي. درت الفرن تاعي يحمالي باش ندخل لي سوفلي تاوعي من نجي نكمل يكون الفرن واجد. هنا كي حطيت لي سوفلي تاوعي خليتهم خمروا لي واحد الخمس دقائق حتى ل10 دقائق. عاد كينا رحت درت البيض ما درتهش ديريكتومون خليتهم خمروا لي شويه. هنايا رشيت شويه تاع الجنجلان. هنا ممكن ديري سانوج والتزيين حبيبتي دائما يقعد لك اختياري. درت هاد الحبيبات تاع الزيتون. نكمل كاع الحبيبات تاوعي ها هما لي سوفلي لنهار اليوم. نديهم ندخلهم للفور. هادو هما لي سوفلي تاوعي راهم يطيبولي. نتلاقاو ان شاء الله في اخر الفيديو. وهنا حبيباتي ها هما لي سوفلي تاوعنا لنهار اليوم. شوفوا هنا بعد ما طابولي وتحمروا لي كنت شعلتهم من الاسفل. كي طابولي شعلت عليهم من الاعلى ياخذوا لي هذاك اللون الذهبي. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعي لنهار اليوم تكون نالت اعجابكم. هادو هما لي سوفلي لنهار اليوم خداو لي هذاك اللون الذهبي. انا نقسم معاكم حبيبه تشوفوها كي جات من الداخل. يجوا بزاف خفاف وطريين كما راكي تلاحظي حبيبتي خفاف. هذيك الحشوه الاقتصاديه يجوا خاويين من الداخل ما يجوناش معجنين. إذا عجبتك الوصفه لنهار اليوم حبيبتي ما تنسينيش بجيم وخلي لي رايك في التعليقات. ما بقى لي نقولكم الا تهلاو في رواحكم
وصحة فطوركم وصحة سحوركم، وإلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.